قصة النهاردة حقيقية، بتحكي عن ست مصرية، بنت اسمها نهلة، كان عمرها 23 سنة. نهلة بتحكي قصتها مع قطتها، قطة اسمها مشمش. بس خلي بالك، القطة ممكن تدخلك الجنة بأفعالك وممكن توصلك النار يا بطل. قصتنا حقيقية، واسمعها وركز واعمل يلا فنجان قهوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشوني أحلى جمهور، يا أحلى ناس، يا أحلى ناس بتدعم الست المصرية. الناس النهاردة عايزة أقول لها إن أنا صورت الفيديو ده، بس للأسف ما لقيتش فيه صوت، فالصوت لقيته مكتوم فقلت أسجل لكم الصوت. بجد وحشتوني وبتوحشوني، بحب كل الناس، كل الناس المحترمة اللي على راسي. تحية واحترام يا باشا، وتقدير لكل جمهوري وكل متابعيني. تحية لأهل السعودية وأهل الكويت وأهل الإمارات، وطبعا أهل المغرب، الناس المحترمة اللي مشرفاني على راسي، وعينك الحلوة هي اللي بتقدر الست المصرية. تحية على راسي يا باشا، لأن أنا احترمت الناس وبحترم الناس كلها الحمد لله، لأن من احترم الناس فالناس احترمته. ففعلا لو بتحبوني، تحية وتقدير من بنت مصر لكل جمهوري، أهل السعودية والكويت والإمارات وأهل المغرب وأهل تركيا وأهل الجزائر على راس الست المصرية. وتحية لأهل المغرب اللي مشرفين هرم مصر. فطبعا تحية من مصر ومن الدنيا لجميع الدول، لكل الناس اللي احترمتني وحبتني من قلبها. اقسم بالله العظيم انا بحبكم. سامحوني بقى اللي انا بسجل الصوت على الفيديو ده، انا لقيت الصوت اتقطع مرة واحدة. انا فعلا بحب الناس، ومن احترم الناس فالناس احترمتهم. فعلا لو انتوا بتحبوني من قلبكم هتحطوا لايك، كومنت حلو للست البسيطة المصرية. هعرفك بنفسي، انا هناء الاسطورة. الناس اللي اول مرة تشوفني، ست مصرية، ست بسيطة، ست على الله ومن عباد الله. لو عايز تشترك في القناة هتنزل تفعل الجرس وتختار كلمة الكل، عشان كل ما انزل جديد وكل اشعار يوصل لك بأمر الله. بحبكم كتير. يلا بقى انزل ارزع اللايك لأحلى أسطورة مصرية عربية. بحبكم كتير. على فكرة ما كانش معايا حد وانا بصور، وما كانش معايا حد يلفلي ولا حد اي حاجة، ففعلا بحبكم. فعلا القصة دي قصة كده هتعجبكم، بس اسمعوها للآخر. بص يا بطل، في يوم من الأيام كان في بنت اسمها نهلة. البنت دي كانت مرتبطة بابوها جدا جدا جدا، كانت بتحبه حب عبادة، يعني ربنا ثم الراجل ده. كانت مصاحباه وصديقته، بتحب أبوها جدا. اتقدم لها واحد شاب هي كانت بتحبه جدا، فأبوها قال لها بلاش يا بنتي تتجوزيه. قالت له عشان خاطر يا بابا أنا بحبه، بحبه يا بابا. للأسف حذرها وقال لها الواد ده بتاع مصلحته. هي طبعا قالت له يا بابا انا بحبه عشان خاطر يا بابا. فللأسف ابوها قال لها انت حرة وصاحبة الاختيار، بس خليكي فاكرة يا بنتي ان الواد ده بيحب الفلوس وما حبكيش لنفسك. راحت قالت له يا بابا لو سمحت انا بحبه يا بابا، سامحني. قال لها خلاص يا بنتي اتجوزيه، واللي يريحك في الدنيا اعمليه، بس خليكي فاكرة انا نبهتك يا نهلة. طبعا اتجوزت الواد، اتجوزته اتجوزته للأسف عماد. وبعد ما اتجوزته عدى سنة، خلفت ولد، وكانت حياتهم يعني كويسة، لحد ما جه في يوم والدها راح لها البيت، جه يزورها هو ووالدتها. طبعا يزوروها، هي كانت عايشة في دولة تانية مع ان هي مصرية من محافظة اسماعيلية. للأسف اما جه يزورها طبعا عايز يطردهم من الشقة، يطرد أبوها وأمها. فراح يجيب أنبوبة الغاز الخسيس الندل، راح يجيب الأنبوبة اللي احنا بنولع بيها البوتاجاز والنار. راح يجيب أنبوبة الغاز الخسيس عشان يولع فيهم، عايز يطردهم من الشقة. فطبعا هي زعلت كتير وقالت له لو طردتهم أنا كمان همشي. يروح يقول لها ايه، أنا مش عايزهم في بيتي يا ستي، أنا حر،
انا مش هبيتهم في بيتي. قالت له ليه كده؟ ده من جالك بيتك جاب الحق عليك، وانا والدي ما عملش معاك حاجة وحشة ولا والدتي، بالعكس دول ناس محترمين وقفوا جنبك كتير. ليه بتعمل كده ليه؟ قال لي عشان عايزك. طب انت عشان عايزها تطرد ضيفك، تطرد نسايبك؟ للأسف قالي للأصل هو اللي بيعمل كده، الأناني، الأناني اللي مفكر نفسه راجل على الأنثى. طبعا راح ماسكها ضربها، جايبها من شعرها وفضل يضرب فيها كتير. أبوها فضل يحوش، قال له ليه كده يا ابني، ليه بتعمل كده؟ خافت تقول لهم ان هو عايز يطردهم من الشقة عشان ابوها وامها ما يزعلوش يعني. راح ابوها وامها فهموا، وراح رزع باب غرفة النوم في وشهم عشان يطردهم من الشقة. تقول ايه على قليل الاصل وهو قليل الاصل. المهم الراجل كان كلامه صح، كل ما يلاقي معاه فلوس في الحساب البنكي يسحب منها، يقول انا هشتري بضاعة، انا هشتري حاجات، انا مش عارف ايه. كان بيحب يتاجر في السيارات والحاجات دي. قليل الادب تقول له ايه وهو قليل الاصل. المهم الاخير النهلة اكتشفت ان ابوها كان صح، والغشاش السافل هو بيقلب وتقليبة وقصة فلوس مش قصة حب. مش ممكن يكون حب نهلة، لأن نهلة إنسانة جميلة كتير وتتحب، إنسانة أمورة كتير جنتن وملفتة النظر. نهلة كانت أكبر بيزنس مان، كانت بتشتغل في السياحة، وبسم الله ما شاء الله يعني مغطية كل مطاعم السياحة شغل. المهم وبعدين كانت على طول معاها دفتر الشيكات، فهو ده سبب الطمع، ان هو طمع فيها وفي فلوسها بس، وان ابوها راجل مبسوط ومرتاح ماديا. المهم جه في يوم من الايام الاب تعب مرة واحدة، وطبعا جاله مرض وبيموت. فطبعا قعد فترة حابسها ملهاش علاقة بأهلها، فما كانتش بتروح عند أبوها ولا أمها. فجه الراجل يا عيني هيقابل رب كريم، فعايز يشوف نهلة، ينده يا نهلة يا نهلة. بعت اللي هو زوجها ده على أساس إيه؟ يبعتها تشوف يعني تشوف أبوها. رفض يخرجها من الشقة، وقال لها عمرك ما هتروحي تزوري الراجل ده تاني. طبعا راحت عملت معاه مشكلة وقالت له ايه، سحبت حديدة عليه عشان تقول له انا هخرج يعني هخرج، لا ارمي نفسي من فوق. راح بفين وفين بقى ما قعدت تتخانق معاه وتعيط، انا لازم اشوف ابويا يعني اشوف ابويا. وراح مخرجها بالعافية للأسف. بعد ما ترجته كام يوم لحد ما الراجل قرب يقابل رب كريم للأسف. شافته وقعدت تبوسه وقالت له يا بابا انا بحبك سامحني يا بابا. فضلت تبكي وتعيط عليه للأسف. مفيش يوم تاني يوم قاعد مستنيها، كان صايم وهي صايمة الستة البيض. فضل ينده عليها وهو بيقابل رب كريم. كانت مستنية تفطر المغرب، وللأسف راحت ملحقتش أبوها. اتصدمت، مليت الناس رصة الكراسي بتاع العزا. فضلت تصرخ وتصوت وتقول له أنا بحبك يا بابا، ليه سبتيني يابا؟ ابتسم هو، ابتسم وضحك مع انه ميت اول ما شاف بنته نهلة، لانه كان بيحبها كتير. لدرجة الناس كانت بتقول بيندى على نهلة، بيندى على نهلة، بيندى على بنته. بس كانت نهلة مرتبطة بيه وبتحبه كتير. اصبح ان هي كل ما تشوف رؤية تشوف قطة واقفة جنبه. بس الغريبة ان في يوم من الايام نهلة دي لقيت قطة بعد ابوها ما مات، اسمها جاسي. جاسي دي كانت جميلة جدا، قطة جميلة ونظيفة جدا. القطة دي كل ما تلاقي نهلة تصلي تيجي تصلي جنبيها، تلاقيها قاعدة تنام في حجرها وتحضنها وتقرب عليها تبوسها. القطة كانت قطة غريبة، سبحان العاطي الوهاب. شفت انت قطة تصلي وتسجد لربنا؟ راح السافل جوزها راح مسك القطة وراح رميها من الدور الرابع من فوق. اتغاظ من القطة فحب يعمل راجل على القطة، راح رمى القطة من فوق من الرابع. القطة نزلت ميتة. نهلة كانت حزينة وقعدت تبكي وتعيط
للأسف على القطة، للأسف. تقول ايه بقى انت؟ تقول ايه على الخسيس؟ هتقول له ايه وهو قليل الأصل؟ وبعدين يا حلوين، نهلة زعلت جدا جدا جدا. فجي في يوم وهي نايمة شافت أبوها تاني. تخيل بعد ما رمى القطة ده حصل له ايه؟ والله العظيم جاله السكر. والله عقاب ربنا ليه ان ربنا بعت له مرض السكر في الدم والله. وبقت سنانه بتقع ذنب القطة، الحيوان الطير الأخرس اللي ما يعرفش حاجة. راجل كده ما بيحبش الا نفسه، لدرجة انه بيقفل الغرفة عليه ويطردها بره. راجل اناني، اناني يعني ما بيفكرش الا في نفسه، بتاع مصلحته. اما يعوزها بس يقوم جايبها وشدتها على الغرفة، بعد كده يقوم طاردها بره، لا اكتر ولا اقل. فكر انت، ده الراجل ده حيوان. خلينا في قصتنا، لا اما يضرب فيها. المهم الاب هي شافت ابوها في الرؤية بعد ما مات واقف جنب القطة ويقول لها ما تزعليش يا بنتي، ربنا هيعوضك باحسن منها. قام ايه في يوم من الايام بتفتح باب السلم لقيت قطة. القطة دي سبحان من خلق جمالها وصورها. والله والله القطة دي لدرجة بتيجي على الفطار في رمضان تفكر او بتيجي قبل الفطار تقوم نهلة حطلها الحليب وحطلها تاكل والمية وكل حاجة. تيجي ساعة السحور قبل السحور بالظبط تيجي تاكل وتشرب. لدرجة ان نهلة تشوف ابوها يقول لها انا فرحان بيكي يا بنتي، انا اسعد راجل في الدنيا لانك شفتك سعيدة يا بنتي. انا مبسوط انك بتطعمي الطير وبتطعمي الحيوان. اكيد هيجي يوم يا نهلة وربنا يطعمك في الدنيا وفي الاخرة. الاب بقى بيكلم بنته في الحلم وفي الرؤية. اتحملت سنين عذاب مع الراجل ده، 10 سنين عشت مع الراجل ده في عذاب. هيجي يوم يا بنتي وربنا هيكافئك، لان ربك رب قلوب ما بينساش عباد الله. طبعا البنت كانت فرحانة نهلة ان هي بتشوف ابوها، لدرجة لما بتيجي تحط الاكل للقطة بتشوف ابوها وتحس بيه، ودايما تقرا له القرآن وتقرا لابوها وتقرا له الفاتحة وتقول له الله يرحمك ويسامحك يابا، يا رب يجعل مسواك الجنة، يا احلى اب في الدنيا. ربنا سامعين اذان ربنا؟ ربنا ما بينامش، هو رب قلوب رب العباد، هو اللي ما بينامش. ربنا قادر بقدرته وعزته يرفع الظلم عن عباد الله. لحد يا حلوين ما جه في يوم من الايام حصلت الكارثة اللي ما كانتش هتحصل لا على البال ولا على الخاطر. عارفين ايه هي؟ جه في يوم من الايام، اقسم بالله العظيم ما بكدب عليكم، جه في يوم من الايام راح خلى القطة طلع على السلم هو يودي ايه، طلع يفطر في اذان المغرب ياكل، مع انه فاطر وجاي من الشغل، يعني هو فاطر ما بيصومش. بيشيل القطة يزقها برجله، راح واقع على الارض، راح جات له جلطة في رجله. وده كان عقاب ربنا ليه، لان ربك ما بينامش، ربك رب قلوب، هو اللي بيدي لكل واحد على قد نيته. راح ربنا بلاه ورماه في الارض. عارف ليه؟ لانه سكع القطة برجله. صدقوني والله العظيم هي دي الحقيقة. لو ربنا بيحب عبد من عباد الله بيخليه يبقى له وليف هو الطير هو الحيوان. لو عايز تقرب من ربنا وتخلي ربنا يرزقك ويفتح لك كل باب مقفول، فانت اطعم طير، اطعم حيوان، فربنا يطعمك في الدنيا ويطعمك في الاخرة. للأسف ربنا بلاه من عنده، ربنا اداله على قد نيته، فربنا بعتله من عند الله جلطة ورجله وقع بيها، لان ربنا ما بينامش. طبعا الحاجة الوحيدة اللي نهلة دي بتبقى سعيدة ومبسوطة اما ابوها بيجيلها، بس اما ابوها بيجيلها في الرؤية بتبقى اسعد واحدة في الدنيا، لانها بتشوف ابوها فرحان بيها، ودايما تقول له انا بحبك يا بابا، انا بحبك سامحني، يقول انا مسامحك يا بنتي. قادر ربنا يرزقك ويطعمك يا نهلة يا بنتي، زي ما بتراضي القطة وبتراضي عباد الله، ربنا مش هينساك يا بنتي، ربنا هيرزقك برزق القطة وهيطعمك وهيطعم أمة محمد.
نهلة بتبقى فرحانة ومبسوطة اما بتجيلها القطة وتطعمها. قال انت بقى عايز اسألك سؤال يا بطل، القطة دي ممكن تدخلك الجنة، عايز اسألك سؤال، قال في راجل بيتعامل كده؟ صدقني الست ما بتتضرب بتحس ان هي ملهاش كرامة ولا شخصية. الست ما بتتضربش. الراجل اللي بيضرب الست بتكون اقوى واحسن منه. الراجل بيضرب الست اما بيكون عنده ضعف، يعني يكون في يعني ناقصه حاجة. صدقوني الراجل لما بيضرب الانثى بيحس ان هي احسن منه، انضف منه، ارجل منه. اه والله مفيش راجل بيضرب مرة على الارض الا لما يكون هو عنده ضعف، ضعيف الشخصية، تكون هي اقوى منه، تكون هي احسن منه، تكون هي انضف منه. الست ما تتضربش يا بطل. في مثل بيقول لك لا تعاشروهم يا ابن ادم لا تفرقوهم. عاشر يا ابن ادم على قد ما تعاشر، مسيرك مفارق وسايب الدنيا. ليه؟ ليه تخلي الست دي تكرهك؟ ليه؟ تسيب لها ذكرى حلوة عشان اما تقابل رب كريم تفتكرك وتحترمك وتفتخر بيك. اما انت ما يوم ما تموت هتقول ياه ده انا مصدقت استريحت منه. لو جاتلك جلطة وعييت وجالك شوية مرض هتقول ياه اعوذ بالله، ربنا هده وخلصني منه، ربنا خلصني منه، لان ربنا اقوى من كل البشر. قد ايه ما تكون مراتك قاعدة بتاكل وتضربها برجليك، قد ايه ما تكون مراتك بتتكلم معاك وتقوم ضاربها بحاجة او غلط فيها او شتمها او ليه حد معاها صاحبتها او حد يقوم يهينها ويغلط فيها ليه. صدقوني نهلة كانت سعيدة كتير وفخورة بنفسها لان هي احسن وانضف منه، لان هي عند ربنا احسن منه. رب قلوب، هو اللي ما بينامش، مؤلف القلوب. صدقوني وحياة قصرت كتير كتير، اصبح انه جاله مرض ورقد بسبب القطة. اما نهلة فخورة بنفسها لان رضا ربنا هو احسن من كل البشر. ربنا اما بيحب عبد بيحبب في عباد الله، بينزل على وجهه نور من نور الله. يا ترى انت بقى يا بطل عايزة رأيك. قال شايف ايه؟ شايف ان الانثى بتتضرب؟ ايه رأيك؟ شايف ان في ست النهاردة بتتضرب؟ لا، الانثى ما تتهنش. انت اصلا لو هنتها بتهين نفسك، بتهين شخصيتك. حب مراتك، بلاش تشتمها قدام اولادك وبلاش تهينها قدام الناس، وبلاش اما تلاقي اهلها تهينها قدام اهلها او تغلط في اهلها قدامها. انت مجرد ما تغلط في اهل مراتك قدام زوجتك هي بتكرهك وبتحتقرك، وتحس ان انت انسان مش محترم لانك انت ما احترمتش اهلها. احترم الناس عشان ربنا يكرمك. ورمى القطة كمان، ما تنسوش عقاب ربنا ليه. رمى القطة من الشباك، من التالت ولا الرابع من فوق، والقطة ماتت. مجرد ما بيشوف القطة بتصلي لربنا راح ماسكها وراح رميها. ما يشوفش زوجته بتصلي الا لما يجيله استيريا. ليه الست اما بتصلي انتوا يعني انا عايزه اعرف حاجه، ايه اللي يزعل الزوج ان يشوف زوجته بتصلي لربنا قاعده مع الله؟ ليه؟ وليه الزوج اما بيشوف زوجته بتطعم قطه او بتعمل حاجه لربنا ليه؟ ايه هقول لك بقى على حاجه، الزوج ما بيعملش كده لما بيكونش مقرب من ربنا. اول حاجه الشخص ده ما بيصليش، ما كانش بيصوم، يعني كان بيزعل لما بيلاقي مراته بتصوم لرمضان لان هو اصلا ما بيصومش. فهمتوا ايه السبب؟ ان التقوى ما دخلتش في ايمان البني ادم ده، التقوى ما دخلتش في قلبه. اه والله البني ادم اللي بيصلي ويعرف ربنا ومقرب من ربنا مش هيلاقي زوجته بتصلي يقوم عامل فيها اي حاجه، خابطها، شاتمها، ضربها، يرمي القطه من الشباك. ده بالعكس القطتين جابوا له جلطه، عقاب ربنا ليه القطه بتفطر على السلم في اذان المغرب وانا حاسه ان القطه دي صايمه، راح ماسكها زقها برجليها.
يعني هو زق القطة برجليه. طب يزق القطة برجله ليه؟ سألوني كده. طبعا وغير اللي رماها من الشباك، واللي رماها من الشباك نزلت ميتة، كل بقها بيجيب دم، وللأسف ماتت يا حلوين. جاسي الأول ماتت، بعدين ربنا رزقها بقطة تاني بيعمل معاها كده، راح بقى ربنا أم ربنا بعت له جلطة من عنده. دي قصة نهلة النهاردة. نهلة دي إنسانة حبوبة والعالم كلها بتحبها، إنسانة حنونة، حنونة على الحيوان، حنونة على البني آدمين، قلبها كله رحمة وتقوى وإيمان. ربنا لما بيحب عبد بينزل في قلب البني آدم الحنية والتقوى والاحترام وكل حاجة حلوة. صدقوني ربنا سبحانه وتعالى هو رب قلوب، هو اللي مؤلف القلوب للقلوب. بس كده. دي طبعا الشخص الغريب. حطوا لايك، بقول لكم حطوا لايك يا حلوين عشان انا بحبكم. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه بجد بجد. انا بكره حاجه واحده بس والله العظيم بتتعب نفسيتي. دي السر اللي بتضايقاني، اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي، ان دي الحاجه اللي مضايقاني في حياتي. انا بكره الراجل اللي بيضرب مراته والله العظيم، وبكره الست اللي بتخون جوزها. دول حاجتين ما بحبهمش. دي الحاجتين اللي بيبقوا مضايقني ومزعلني جدا جدا جدا. الانثى اللي بتخون جوزها دي فعلا مش حلوه، والراجل اللي بيضرب مراته بتزعلني قوي القصه دي قوي. وطبعا بزعل من الراجل اللي بيخون مراته. عايز تتجوز قول لمراتك لو سمحت انا عايزه اتجوز. عرفتوا؟ الست بقى اللي عايزه تشوف راجل بتقول لزوجها لا تعاشروهم لا تفرقوهم ولا انكيش تخوني الراجل اللي عشت معاه عمرك كله. وبزعل من الراجل اللي بيضرب مراته. دول حاجتين يعني بيزعلوني قوي قوي وبيعصبوني. صدقوني هي دي الحقيقة. نفسيتي بتزعل من كل اللي بيحصل. عايزة أسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة. الست اما بتتضرب بتبقى حاجة حلوة؟ الست اما بتتهان بتبقى حاجة حلوة؟ أنا ما بحبش الأنثى اللي تتهان، ما بحبش الأنثى اللي دايما الزوج بيجي يحط عليها ويشتمها ويعمل ويضربها. بلاش الأسلوب ده. انت بتنزل في نظر زوجتك بجد. بلاش تعملوا القصة دي مع ستاتكم. اي ست الواحد يحترمها هي هتحترمك. انت ما تحترمها قدام ولادك نفسهم يحترموك. انت اللي بتعلم ابنك انه يطلع يضرب مراته بعد كده ويشتم مراته. انت اللي بتعلم بنتك ملهاش شخصية ولا لها كرامة. ليه؟ ما انت بتضرب امها قدامها، بتشتم امها قدامها. اما يجي راجل متجوزة يعمل كده تقول لك عادي مامي كانت بتتضرب، بابا بيشتم ماما ويهينها. عرفت بقى؟ انت دمرت ولادك برضو. نفسية ولادك بتبتدي تتعب من الخناقات والمشاكل. أرجوك عامل مراتك بما يرضي الله ورسوله. معلش لو مش عاجباك يا عم طلقها وخلصنا. بيقولك اللي يريحك من حماتك طلاق بنتها. عندك تطلق وعندك تتجوز انت حر، بس بالله عليك بلاش تظلم الأنثى وتبهدلها وتشتمها وتضربها. معلش. وبلاش الخيانة. أنا كهناء الأسطورة بكره الخيانة، ما بحبهاش. ما بحبش الراجل الكذاب. أنا بحبك تكون صادق. احترم الناس فالناس تحترمك لو سمحت. من احترم الناس فالناس احترمته. نحترم بعضنا. يا عم مش عاجبك الست دي طلقها، ولا انكش تهين الست دي الأنثى. يلا بقى نكمل قصتنا. فده نهلة اتعذبت كتير في حياتها. صدقوني 10 سنين مروا عليها أكنهم 20 سنة. 20 سنة تعب وشجا وحرمان وكل حاجة. دي حكاية النهاردة. أنا طبعا قلت أسجل الفيديو ده بالليل اما العالم تنام كلها. وعايزة أقول لكم على حاجة. الزوج دلوقتي بقى مريض وراقد بيموت وتعبان للأسف. للأسف. مش مش مشى مش مشى. بقيت بتيجي كل يوم عشان تفطر وعشان تتسحر يا حلوين. عايزة أسألك سؤال بقى يا بطل تجاوبني عليه. مش مشى ذنبها ايه؟ ان طبعا الست نهلة بتراعيها وبتطعمها
وطبعا رحمة ونور على روح أبوها. وطبعا جاسي رماها من الشباك وماتت. حيوان والله، الحيوان اللي ما عندوش رحمة بالحيوان ولا بالطير الأخرس، حيوان أخرس نرميه من الشباك يقع يموت ندبه. حرام حرام. نتقي الله في عباد الله، اتقي الله في الحيوان، لأن هو الحيوان ده اللي هيدخلك الجنة. عايزة أقولك على حاجة بس وحياة حبيبك النبي ما تكسفني، لو فعلا عايز ربنا يدخلك الجنة اطعم حيوان، اطعمه فيطعمك في الدنيا وفي الآخرة. يا عم رحمة ونور على روح أبوك ولا روح أمك، رحمة ونور على روح أحبابك، اطعم فيطعمك ربنا. صدقني عمرك ما تطعم الحيوان وربنا هينساك أبدا. ده ربك رب قلوب، هو اللي مألف القلوب، وربنا ما بينامش. ربنا بيحب العبد اللي بيحسن على عباده. اما شحال بقى دي انت هتأكل بقى حيوان، أكل الحيوان فربنا يطعمك في الدنيا وفي الآخرة. كفاية ان انت هتخش الجنة، هتقابل ربنا كده وربنا راضي عنك. ده ممكن بسبب القطة دي، القطة تخش الجنة وتقابل ربنا، ربنا يرفع عنك المرض، هيديك على قد نيتك، هيشفيك، هيديك كل حاجة حلوة. لو رزقك ضيق ربنا هيفتح لك باب الرزق، ربنا هيرزقك رزق يتعجب بيه أهل السماء والأرض. صدقني اللي عند ربنا يا بطل ما بيروحش. ودي كانت قصة نهلة مع القطة مش طبعا نهلة اللي اتعذبت في حياتها كتير وكانت راضية باللي ربنا قسمه لها. وحياة حبيبك النبي انا بتعب في الفيديوهات دي زي ما بتعب، قدرني يا صاحبي. انا محتاجة منك بس لايك وكومنت حلو. والناس اللي ما اشتركتش انزل بسرعة في كلمة اشتراك وفعل الجرس واختار كلمة الكل، عشان هناء كل ما تنزل فيديو الاشعار يجيلك. تفعيل الجرس واختار كلمة الكل كده، ان انا كل ما انزل جديد يوصلك الاشعار ان اسطورة العالم او هرم مصر نزلت فيديو. لو انت بتحبني وعايزنا استمر واشتغل يبقى لازم تحط اللايك. اللايك ده بيرفع الفيديو، يخلي منصة اليوتيوب المحترمة طبعا تحرك الفيديو على محرك البحث. تحية لفريق اليوتيوب المحترم، لان انا بحب منصة اليوتيوب. منصة اليوتيوب منصة محترمة كتير كتير عن منصات تانية، وانا كتيوبر وبلوجر بحب شغلي على منصة اليوتيوب. لو انت بتحبني وعايزنا استمر يا بطل يبقى هتنزل دلوقتي تحط لايك للست الغلبانة المصرية اللي على الله. وطبعا اللي ما اشتركش يشترك. بحبكم كتير ومنتظرة على